سلام حبيباتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم اليوم جبت لكم وصفه خطيره لمنع تساقط الشعر، وجربتها انا شخصيا فعلا رائعه. اتمنى تجربوها. المهم البنات، هنا عندنا 2 معالق كبار ديال اكليل الجبل او ما يسمى بيازير، عندنا 2 معالق كبار ديال العرعار، عندنا معلقه كبيره ديال الخزامه، معلقه كبيره ديال الزعتر. كنقيوهم مزيان مزيان من الحجر ومن دوك العويدات الرقاق. المهم كناخذ هاد الاعشاب، انا كنحاول نغسلهم هنا بكاسرونه، كندير فيها واحد شويه ديال الماء، كنخليه غير يسخن صافي، وكنحطو في داك الماء. كنفضل انني نغسلو في الماء يكون دافي شويه احسن من الماء بارد، لحقاش كيكونوا فيه شي تراب كيكون غليظ شويه. الماء دافي دغيا كيذوب داك التراب اللي كيكون غليظ. كنحاولوا نغسلوهم مزيان باش ما يبقاش فيهم داك التراب، وفاش كنديروهم في الرشاشه ما يبقاش لينا داك التخت لتحت ديال التراب. ندخلوهم مزيان في الماء بهاد المعلقه باش يتغسلوا. صافي هنا كنصفيوها، كنحيدو داك الماء اللي غسلناها فيه. شوفوا كيف كيبان هنا موسخ كاع داك التراب اللي فيه نزل. ضروري ما تغسل مزيان ضروري. صافي كنرجعوها للكاسرول وكنزيدو عليها 2 كيسان ديال العنبه ديال الماء باش ما حدها وهي كتغلى وهي كتنقص. هذوك 2 كيسان غيوليو لينا تقريبا شي كاس وربع ديال الماء. شوفوا اللون بدا كيتبدل هنا البنات. اقسم بالله الا وصفه رائعه رائعه رائعه، زوينه بزاف. ما عرفتش كيفاش غادي نوصف لكم يعني الشعور ديالي انني جربتها وما قدرتش نبخل عليكم بها. زوينه بزاف. كان شعري كيطيح ليا من القدام، راكم عارفين حنا البنات غير كيطيح لنا الشعر، كيطيح بزاف من القدام وكاع خواليا. الحمد لله جربت الرشاشه الاولى، وعاود دابا صايبتها عاد صورتها لكم، يعني انا مجرباها شخصيا وكان كيطيح ليا بزاف. دابا الحمد لله ما بقاش كيطيح، ماشي ما بقاش كيطيح كاع، ولكن يعني كاين واحد الفرق ما بين الاول ودابا. شوفوا ها هو بدا كيغلى واللون ديالو تبدل، كيولي قهوي مغلوق. وحتى الريحه البنات ريحته زوينه، يعني واخا كترشيه ماشي شي ريحه خانزه، راكم عارفين الثومه والبصله وداكشي. هذا ريحته زوينه ريحه يازير خزامه، ريحتهم كتكون زوينه. الا كان عندكم حتى الورد زوين، انا ما عنديش، ما درتوش المره الاولى وحتى دابا. الا كان عندكم الورد ديروه. وبالنسبه للاوقات اللي غديروهم فيها، انا مع جالسه في الدار فيما كندور كنرش بحال كتسقيو شي جرده، يعني فيما ينشف لكم الشعر بقاو ترشوا. وحاولوا تجنبوا ان داك الماء ينزل لكم على الجبهه ديالكم، حيت غادي ينبت لكم بالشعر رقيق في الجبهه ديالكم. حاولوا داك الماء ما ينزلش، يعني رشوا غير في الشعر وحاولوا تمسحوا صافي. المهم ها هو كيغلى، كتخليوه واحد المده. انا جهدت عليه شويه البوطه باش دغيا يغلى. صافي من بعد انا طفيت عليه هنايا البوطه، وغتحاولوا تغطيوه بشي غلاقه ديال الاينوكس باش داك الصهد ديالو يرجع عليه. هانتوما كتشوفوا داك البخار، تحاولوا يرجع عليه باش هذوك الاعشاب يطلقوا مزيان الجهد ديالهم. صافي خليته هنايا مغطي حتى يبدا يبرد واحد شويه. المهم ها هو من بعد ما برد، ماشي برد بزاف،
اللون ديالو تغير ولا مغلوق صافي وكنصفيوه. غيعطينا تقريبا كاس كبير وشي حاجه، حيت انا درت 2 كيسان ديال الماء. المهم هذا الكاس كبير هو اللي غادي يعمر لينا ديك. غادي نعاود نغطيه بهذيك الغلاقه ديال الانوكس حتى يبرد تماما، باش ملي نرجعو ديك الرشاشه ما تذوبش لينا القرعه، حيت فايت درتها وداب فيا القرعه. ضروري نغطيوه حتى يبرد، حيت هذيك الرشاشه غير ديال البلاستيك. شفتوها هي انا عندي مضغوطه حيت كنت درت فيه هاد الماء وهو سخون صافي. وكنعمرو ديك القرعه. شفتوا اللون هو صافي، ما فيش هذاك التراب ولا التخت ديال العشوب. المهم كيف ما سبق لي وقلت لكم انكم تبقاو ديروها كل مره فيما تفكروا ديروها، سورتو بالليل. حبيباتي وصلنا النهايه، كنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم لا فيديو فعلوا الجرس وشاركوا في القناه.